طلاب أولى ثانوي أهلا بيكم. دي المحاضرة الثانية. الجزء الأول بنتكلم عن جمع وطرح المصفوفات. طبعا احنا المحاضرة عبارة عن 4 أجزاء زي ما قلنا. الجزء الأول شرح، الجزء الثاني اللي هو حل التمارين، الجزء الثالث اللي بينزل لك زي اختبار كده، تيست كده، كام سؤال بتحلهم، والرابع اللي هو الPDF اللي بينزل لك للحاجات اللي احنا شرحناها. النهارده هنتكلم عن درس جمع وطرح المصفوفات. احنا خدنا قبل كده المصفوفة وعرفناها، خدنا خواص المصفوفات، بعض انواع المصفوفات. النهارده هناخد اول عملية او العمليات على المصفوفات لعملية الجمع وطرح المصفوفات. اولا عشان اعمل عملية جمع مصفوفتين او طرح مصفوفتين عندي شرط اساسي. اول شرط لازم يكون لهما نفس النظم، يعني هجمع او هطرح مصفوفتين لازم يكون لهم نفس النظم. المصفوفة الاولى 2 في 2، يبقى الثانية 2 في 2. 2 في 3 يبقى المصفوفة الثانية 2 في 3. يبقى ده أول شرط، إنهما لهما نفس النظم. الطريقة اللي بنجمع بيها هي عبارة عن إيه؟ بجمع وأطرح العناصر المتناظرة، بمعنى أدي عندي المصفوفة أ وأدي المصفوفة ب، عاوز أ زائد ب، فهجمع العنصر أ اللي هو 1 1، العنصر ب 1 1، هجمع 3 زائد 2 تديني 5. فأنا بجمع العناصر المتناظرة في كل مصفوفة، وزي ما اتفقنا لازم يكون لهما نفس النظم. طب المصفوفة اللي هتطلع هي مصفوفة جديدة على نظم إيه؟ على نفس النظم بتاعة أ وب. بمعنى أنا هقول هنا أ اللي هي عبارة عن 2 4 دي 3 4 2 1، هجمعها مع المصفوفة ب اللي هي 2 1 5 3. المصفوفة دي من نظم 2 في 2، والمصفوفة ب من نظم 2 في 2. هنجمع العناصر المتناظرة، يعني هجمع الثلاثة دي مع الاثنين تديني 5. 4 زائد 1 5، 2 زائد 5 7، 1 و3 4. المصفوفة اللي طلعت هتكون من نظم 2 في 2 زي أ وزي ب، وديت الشرط والطريقة والمصفوفة الناتج اللي هتطلع بتاعها من نفس النظم. تعالى كده ناخد مثال. مديني المصفوفة أ، مصفوفة ب، مصفوفة ج. طالب مني أولا أو رقم 1 عايز أ زائد 2 ب ناقص ج. أول حاجة نلاحظ إن أ من المصفوفة نظم 2 ولا 3؟ 3 في 2. خلي بالك بنقول صف في عمود، فالصف الأول الصف الثاني الصف الثالث يبقى ده نظم 3 في كام عمود؟ في 2، يبقى دي 3 في 2. ب برضو عبارة عن صف 2 3، يبقى 3 في 2. مصفوفة ج نفس النظم 1 2 3، يبقى 3 صفوف في كام عمود؟ 1 2، يبقى 3 في 2. طالما أ وب وج من نفس النظم أقدر أعمل عملية جمع وطرح ليهم. طيب أ دي هتنزل، يعني أنا عايز أول حاجة أ زائد 2 ب ناقص ج. تعال نعوض عن أ، هي عبارة عن 1 4 2 سالب 1 3 2 زائد 2 ب. يعني 2 ب احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت ضرب عدد حقيقي في المصفوفة، فأنا بضرب كل عناصر المصفوفة. يعني لما هضرب ب في 2 هضرب كل عناصر ب. 2 في سالب 1 سالب 2، 2 في 3 تديني 6، 2 في 2 هنا ب4، 2 في 1 ب2، 2 في 2 هنا ب4، 2 في 2 هنا برضو ب4. ادي المصفوفة 2 ب، يبقى دي أ زائد 2 ب ناقص المصفوفة ج اللي هي عبارة عن 1 4 5 2 3 6. طيب هنجمع العناصر المتناظرة. ممكن نعمل حاجة كده، الطرح يتحول لجمع. إن أنا هعمل إيه؟ هضرب السالب في كل عناصر المصفوفة، وفي الحالة دي هخلي دي موجب، وهروح مغير كل العناصر اللي أنا هضربها فين؟ في سالب. تبقى دي سالب 1 سالب 4 سالب 5 سالب 2 سالب 3 سالب 6. كده حولت الطرح إلى جمع. يعني كأني بدل ما هقول أ زائد 2 ب ناقص ج هقول زائد، وهضرب كده سالب ج، كأني ضربت الج فين؟ في سالب. هنجمع العناصر المتناظرة، يبقى هتديني مصفوفة أيضا من نفس النظم اللي هي 3 في 2. هنجمع العناصر المتناظرة 1 وسالب 2 سالب 1 وسالب 1 تديني سالب 2، 4 و6 10، 10 منها سالب 4 تديني 6، 2 و4 6، 6 منها 5 هتديني 1، سالب 1 زائد 2 تديني 1 وسالب 2 هتديني هنا سالب 1، 3 زائد 4 7 منها سالب 3 تديني 4،
2 و4 6 ناقص 6 تديني صفر. يبقى أنا كده جبت أ زائد 2 ب سالب ج وأعطتني مصفوفة أيضا من نفس النظم 3 في 2. ده رقم واحد. رقم 2 ولا يوجد المصفوفة س. طب مين هي الس؟ هي عبارة عن 2 أ ناقص 3 ب زائد 4 ج. يبقى الس بتاعتنا هتساوي 2 أ ناقص 3 ب زائد 4 ج. تعالى كده 2 أ يعني هضرب أ في 2، فهضرب كل عناصر أ في 2. 2 في 1 ب 2، 2 في 4 ب 8، 2 هنا ب 4، 2 في سالب 1 سالب 2، 2 في 3 هنا 6، و2 في 2 هنا ب 4، ودي المصفوفة 2 أ ناقص 3 ب. احنا اتفقنا هنخلي دي زائد، وهضرب ال3 بالسالب في الب، يعني هضرب ب كلها في سالب 3. اضرب دي في سالب 3 يبقى تديني 3. سالب 3 في 3 سالب 9، سالب 3 في 2 سالب 6، سالب 3 في 1 بسالب 3، سالب 3 في 2 بسالب 6، سالب 3 في 2 بسالب 6. يبقى انا ضربت الالف في 2، بعد كده ضربت الب في سالب 3 وخليت دي زائد، لان انا ضربت السالب من جوه وخليت السالب ضربناها في الب وخلينا هنا زائد. بعد كده زائد 4 في المصفوفة ج. هضرب ج دي كلها في 4. 4 في 1 ب 4، 4 في 4 هنا ب 16، 4 في 5 20، 4 في 2 ب 8، 4 في 3 ب 12، 4 في 6 ب 24. وكده عندي المصفوفة دي 2 أ سالب 3 ب زائد 4 ج. هنجمع المصفوفة أو الثلاث مصفوفات، هنجمع العناصر المتناظرة، يبقى هتديني كده مصفوفة أيضا من نظم 3 في 2. 2 زائد 3 5، 5 و4 تديني 9. كده 8 منها سالب 9 تديني سالب 1 من 16 تديني 15، 4 وسالب 6 سالب 2، سالب 2 من 20 تديني 18، سالب 2 وسالب 3 سالب 5 زائد 8 تديني 3. تمام كده. سالب 6 ودي 6 صفر زائد 12 هتديني 12، 4 منها سالب 6 تديني سالب 2 من 24 تديني 22. وكده جبت المصفوفة س اللي هي تساوي 9 15 18 3 12 22. يبقى ببساطة كده عشان أعمل عملية جمع أو طرح المصفوفات لازم تكون من نفس النظم. أي عدد هيتضرب في المصفوفة زي ما اتفقنا هنضرب كل عناصر المصفوفة. خاص الجمع في خواص للجمع. أول خاصية خاصية الانغلاق، يعني خاصية الجمع هنا أو عملية الجمع عملية مغلقة. المقصود بكلمة مغلقة يعني مصفوفة هتتجمع مع مصفوفة تديني مصفوفة ومن نفس النظم، فبنقول عليها عملية مغلقة. دامجة دامجة يعني هجمع المصفوفة أ زائد ب زائد مصفوفة ج هي أ زائد ب زائد ج هي أ زائد ب زائد ج، فدي بنسميها خاصية الدمج أو بنقول عليها دامجة. طب هل عملية الجمع إبدالية؟ نعم إبدالية. أ زائد ب هي ب زائد أ، ودي بنسميها خاصية الإبدال. طيب هل في محايد جمعي؟ طبعا محايد الجمع هي المصفوفة الصفرية اللي خدناها الحصة اللي فاتت، هي عبارة عن مصفوفة كل عناصرها أصفار. طبعا المصفوفة الصفرية من أي نظم حسب المصفوفات اللي احنا بنشتغل بيها، يعني أ 2 في 3 يبقى المصفوفة الصفرية اللي زيها برضه هتبقى 2 في 3. كل مصفوفة لها معكوس جمعي، إن أنا هضرب المصفوفة في سالب 1 تديني المعكوس الجمعي بتاعها. يعني أنا عندي مصفوفة أ 3 سالب 1 5 4، هات لي المصفوفة سالب أ اللي هي المعكوس الجمع بتاعها، هتبقى هضرب دي في سالب 3 1 سالب 5 سالب 4. ولاحظ أنا لو جمعت المصفوفة أ ومعكوسها الجمع سالب أ، يعني أ سالب أ هتديني المصفوفة الصفرية اللي هي كل عناصرها أصفار. وطبعا المصفوفة الصفرية هتبقى من نظم كام؟ 2 في 2، لأن أ 2 في 2. عملية الطرح غير إبدالية، يعني الطرح طرح المصفوفات هي مغلقة لكن غير دامجة وغير إبدالية، عشان كده الجمع هو اللي دامج أو خاصية الدمج متحققة فيها وخاصية الإبدال متحققة فيها. في ملحوظة مهمة تخلي بالك منها، أنا لو حبيت
أجيب مصفوفة مربعة، ألف دي مصفوفة مربعة خلي بالك، هجمع ألف زائد ألف مد هضربها في نص، ألف ناقص ألف مد هضربها في نص، وجمعت المصفوفة دي والمصفوفة دي هتديني نفس المصفوفة ألف، بمعنى ألف زائد ألف مد في نص هجمع معاها ألف ناقص ألف مد في نص هتديني مصفوفة هي نفس المصفوفة ألف، بمعنى إن أنا بكتب ألف بشكل مختلف بداية ألف وألف مد. خلي بالك ألف زائد ألف مد هي مصفوفة متماثلة، أي مصفوفة مربعة هتجمع ألف زائد ألف مد تديك مصفوفة متماثلة، ألف ناقص ألف مد هي مصفوفة شبه متماثلة. شوف مثال للكلام دوت ونبدأ نحل. مديني ألف مصفوفة ب مصفوفة، بيقول لي حقق، ودي خاصية من خواص الجمع، ألف زائد ب الكل مد هي ألف مد زائد ب مد، ودي خاصية مهمة وتخلي بالك منها، إن أنا لو وزعت المد على الجمع هتديني نفس المصفوفة. تعال نحقق الكلام ده. هناخد الطرف الأيمن، هو عايز ألف زائد ب الكل مد، هنجيب ألف زائد ب في الأول، ألف زائد ب يعني 1 5 4 سالب 1 زائد ب اللي هي 2 سالب 1 3 1. هنجمع العناصر المتناظرة زي ما اتفقنا، هجمع 1 و2 تديني كده 3، 5 وسالب 1 تدينا 4 4 و3 7 سالب 1 زائد 1 تديني 0، ودي ألف زائد ب. هتلاقي ألف زائد ب كل مد، يعني هاخد المصفوفة ألف زائد ب ونعمل لها مدور ليها. هندور المصفوفة يعني الصف هيبقى عمود، الصف الأول عمود أول، الصف الثاني عمود ثاني، يبقى 3 4 7 0، ودي الطرف الأيمن. هات لي الطرف الأيسر، عبارة عن ألف مد زائد ب مد، يعني هات مدور ألف ومدور ب واجمعهم. ألف مد 1 5 4 2، يبقى دي ألف مد ودي ب مد، هنجمع كده ألف زائد ألف مد زائد ب مد، 1 و2 تديني 3، 4 زائد 3 تديني 7، 5 منها سالب 1 تديني 4 سالب 1 1 0. لاحظ إن ديت هي ديت، يعني معنى كده ألف زائد ب كل مد هي ألف مد زائد ب مد، يبقى معنى كده مدور الجمع أو الطرح ممكن يتوزع على الجمع والطرح ألف زائد ب كل مد هي ألف مد زائد ب مد، ودي خاصية من خواص الجمع لما أحب أجيب مدور المصفوفة دي. مثال تاني، بيقول لي إذا كانت المصفوفة 4 1 3 7 زائد المصفوفة ألف ب ج د بتساوي 6 5 و2 و3، اوجد قيمة ألف وب وج. في طريقتين للحل. الطريقة الأولى إن أنا أجمع المصفوفتين دول كده، يعني الطريقة الأولى هقول 4 زائد ألف 1 زائد ب 3 زائد ج 7 زائد د هتساوي المصفوفة اللي هي 6 5 2 3، وخدنا الحصة اللي فاتت تساوي مصفوفتين يعني العناصر المتناظرة مالها متساوي، يعني معنى كده 4 زائد ألف هتساوي 6، طلع الأربعة بره يبقى ألف هتساوي 2، 1 زائد ب هتساوي 5، نرمي الواحد بره يبقى ب هتساوي 4، 3 زائد ج هتساوي 2، هنودي ال3 بره يبقى ج هتساوي سالب 1، 7 زائد د هتساوي 3، هنودي ال7 بره يبقى د بتساوي سالب 4، ودي طريقة هنحل بيها إن أنا جمعت ألف زائد 4 1 زائد ب، جمعت المصفوفتين وسويتهم بالتاني. الحل التاني أو الطريقة التانية إن أنا هطلع المصفوفة دي بره فهتطلع بالسالب، يبقى معنى كده ألف ب ج د هتساوي المصفوفة 6 5 2 3 ناقص المصفوفة التانية اللي هنطلعها بره اللي هي 4 1 3 7. نطرح المصفوفتين دول كده من بعض، 6 ناقص 4 تديني 2، 5 ناقص 1 4، 2 ناقص 3 سالب 1، 3 ناقص 7 سالب 4، ودي عبارة عن ألف ب
ج د. هتلاحظ ان الالف بتساوي 2 زي ما طلعناها، ب هتساوي 4 اهيت، ج بسالب 1، د بسالب 4. حليت بالطريقه دي او الطريقه دي الاثنين صح. المهم هات لي قيمه ا ب وج ود. السؤال اللي بعده مديني المصفوفه ا مصفوفه ب، طبعا دي نظم 3 في 3، ب نظم 3 في 3. اوجد المصفوفه س التي تحقق المعادله ا زائد س بتساوي 2 ب. تعالى كده نحل. س او ا، نكتب ا في الاول، ا زائد س بتساوي 2 ب. هو عايز منك المصفوفه س. طب ما تعتبر دي معادله، طلع الالف بره، يعني المصفوفه س اللي هو طالبها منك عباره عن 2 ب ناقص ا. وكده انا لو جبت الاثنين ضربتها في الب وطرحت منها الالف هتديني المصفوفه س. اذا الس دي هتساوي 2 في المصفوفه ب اللي هي 2 3 1 4 سالب 2 5 3 1 0 ناقص المصفوفة أ اللي هي 1 4 2 6 سالب 1 8 8 0 3. المصفوفة س هنجيبها ازاي؟ انا هضرب 2 في المصفوفة اللي عندي اللي هي أ واطرح منها، هضربها في الب واطرح منها الألف، يعني س هتساوي، اضرب دي كلها في 2 4 6 2 8 سالب 4 10 2 في 3 ب 6 2 0. ممكن هنزل دي زي ما هي، وزي ما اتفقنا ممكن طريقة تاني اضرب السالب في كل العناصر واخليها كده زائد، واروح مغير كل اشارة دي تبقى سالب 1 سالب 4 سالب 2 سالب 6 1 سالب 8 سالب 8 0 سالب 3. نختصر دول كده ونروح نطلع المصفوفة اللي احنا عايزينها. 4 وسالب 1 تديني 3، 6 وسالب 4 2، 2 وسالب 2 تديني 0. كده انا بجيب المصفوفة س. 8 وسالب 6 2 سالب 4 1 سالب 3، 10 وسالب 8 تديني 2، 6 سالب 8 سالب 2 2 مع الصفر 2 0 وسالب 3 تديني سالب 3. ودي المصفوفة س اللي هو طالبها مني. يبقى لما ادي لك معادلة بالشكل دوت يقول لك هات المصفوفة س، هنطلع الألف بره يبقى 2 ب ناقص أ، هضرب الب في 2 واطرح منها الألف تديني المصفوفة س. السؤال اللي بعده مديني هو بقى معوض عن مصفوفة 2 في 2، وده مصفوفة 2 في 2، وبيقول لي س مد زائد المصفوفة دي بتساوي 4 1 7 3. اوجد المصفوفة س. طيب نفس الفكرة، ادي س مد هتساوي، هنزل المصفوفة ديت اللي هي 4 1 7 3. المصفوفة دي هتطلع بره بعكس الإشارة، بدل دم هتروح هناك طرح، سالب المصفوفة بتاعتنا 1 2 5 3. يعني الس مد بتاعتنا هتساوي 4 ناقص 1 على طول تديني 3، 1 ناقص 2 سالب 1، 7 ناقص 5 2، 3 ناقص 3 تديني 0. بس خلي بالك هو طالب منك المصفوفة س اللي انت جايبها دي س مد. طيب يبقى انا هدور دي، هقول كده لكل مد، وهدور دي س مد لكل مد تديني س. هدور المصفوفة ديت تديني 3 سالب 1 2 0، وكده جبت المصفوفة س. في طريقة تاني ان انا هشتغل بالخاصية اللي خدناها، ان انا هقول س مد هتساوي المصفوفة ديت 4 1 7 3 سالب المصفوفة التانية اللي هي 1 2 5 3. هروح مدور قبل ما اعمل عملية الطرح، فهدور هنا تبقى س. لما ادور دي كلها مد، طبعا احنا قلنا ممكن المد توزع الجمع والطرح، هتدي لك مدور دي اللي هي 4 1 7 3 ناقص مدور ديت هتبقى 1 2 5 3. يبقى الس بتاعتنا كده 4 ناقص 1 تديني 3،
7 ناقص 5 2، 1 ناقص 2 سالب 1، 3 ناقص 3 0. هتلاحظ إن السين اللي طلعت هنا هي نفس السين. يبقى طرحت أو جمعت وبعدين جبت مدور المصفوفة، أو دورت وبعدين جمعت وطرحت الناتج هو نفس القيمة بتاعت س. السؤال اللي بعده بيقول لي ألف مصفوفة، طبعا دي نظم صفين في 3 أعمدة، فدي تعتبر من 2 في 3 ب. نفس النظم 2 في 3. بيقول لي اوجد المصفوفة س تحقق العلاقة 2 ب زائد س مد بتساوي ألف. هو عايز المصفوفة س. ممكن أجيب س على طول، آخد كده 2 ب زائد س مد بتساوي ألف. أدور الطرف اليمين، هدور الطرف الشمال ده كله، أوزع يبقى 2 ب مد زائد س هتساوي ألف مد. كده أقدر أجيب المصفوفة س مباشرة. هطلع الاتنين ب مد، يعني الس هتساوي ألف مد ناقص 2 ب مد، يعني الس بتاعتك هتساوي ألف مد. هدور دي، طبعا 2 في 3 هتتدور، هتبقى المصفوفة من نظم 3 في 2، يعني 2 0 سالب 1 3 1 5 ناقص 2 في ب مد. هندور برضو المصفوفة. الصف الأول هيبقى أول عمود سالب 1 3، الصف الثاني سالب 1 0 3. أبدأ بقى أعمل عملية الجمع أو الطرح اللي عندي، يعني معنى كده إن السين هتساوي ده، هتنزل زي ما هي، أدي 2 3 0 1 سالب 1 5. هضرب دي في سالب، ممكن أخلي طرح جمع بس هضرب المصفوفة كلها في سالب 2، يعني هقول زائد وأضرب المصفوفة كلها في سالب 2 هتديني 0. أضرب هنا في سالب 2 تديني 2، سالب 2 هتديني 2 0. سالب 2 في 3 سالب 6، وهنا برضو سالب 6. تمام كده؟ دي آسف 2، رقم ده 2، دي 2. يبقى هنا كده هضرب في سالب 2، دي هتديني سالب 4. نختصر، السين هتساوي 2 وصفر تديني 2، 3 زائد 2 5، 0 زائد 2 2، 1 وصفر 1، سالب 1 وسالب 6، سالب 7 5 وسالب 4 تديني 1. وكده أنا جبت المصفوفة س. في حل آخر أو طريقة أخرى للحل، إن أنا ممكن آخد كده س مد هتساوي، هطلع الاتنين ب يبقى هتساوي ألف ناقص 2 ب، وهجيب القيمة بتاعت س مد وبعد ما تطلع هدورها. يعني ممكن أقول س كده هتساوي ألف اللي هي 2 0 سالب 1 3 1 5 ناقص، هضرب الب في 2، اضرب دي في 2 هتدي لك 0. ممكن نضربها في سالب على طول، يبقى هتديني هنا 0. هضرب في سالب 2 تديني 2، هضرب في سالب 2 تديني سالب 6، هضرب هنا في سالب 2 تديني 2، هضرب هنا في سالب 2 0، سالب 2 تديني سالب 4. يبقى أنا كده جبت المصفوفة س مد. يبقى س مد هتساوي 2 وصفر تديني 2، 0 زائد 2 تديني 2 برضو، سالب 1 وسالب 6 تديني سالب 7، 3 و2 5، 1 وصفر هتديني هنا 1، 5 وسالب 4 تديني هنا 1. دور بقى كده، يبقى الس بس هتساوي 2 2 سالب 7 5 1 1. وهتلاحظ ان المصفوفة س اللي احنا جبناها من هنا هي دي. فانت معاك طريقتين للحل، ممكن اجيب س مد وفي الاخر ادورها، وممكن ادور المعادله كلها، هاخد الكل مد واطلع س على طول زي ما انت عايز. ده حل وده حل، والطريقه اللي تريحك انت عادي تحل بيها. السؤال اللي بعده مديني مصفوفه س ص، دي تعتبر صفين في عمود، اللي مصفوفه العمود اللي قلنا عليها قبل كده، بس مضروبه في 2. المصفوفه دي مضروبه في سالب 3 بيساوي المصفوفه 3 سالب 2. اوجد قيمة س وصاد، أو عايز قيمة س زي الصاد هتساوي كام؟ تعالى نعمل العملية بتاعتنا كده. هضرب دي في 2 هتديني 2 س 2 صاد
ناقص هخليها زائد وهضرب دي في سالب 3 يبقى سالب 3 س، وهضرب دي في سالب 3 ص هتساوي 3 سالب 2. هنعمل عملية الجمع. 2 س سالب 3 س هتديني سالب س، 2 ص ناقص 3 ص هتديني سالب ص هتساوي 3 سالب 2. المصفوفتين دول بيساووا بعض، يعني العناصر المتناظرة متساوية. تمام، يعني سالب س هتساوي 3، إذا الس بتاعتك بسالب 3 وأنا كده جبت قيمة س. سالب ص هتساوي سالب 2، إذا الصاد بتاعتنا بكام؟ ب2. تمام، وعايز منك س زائد ص، يعني سالب 3 زائد 2 هتديني كده سالب 1، وأنا كده جبت له قيمة الس زائد ص. السؤال اللي بعده نفس الفكرة، بس المصفوفة بتاعتنا دي 2 في 2 والصاد مضروبة في مصفوفة من النظم 2 في 2، عطتني مصفوفة أيضا من نظم 2 في 2. اوجد قيمة س زائد ص. ممكن أحل بسرعة كده، هضرب س في 1 بس زائد ص في 0 زائد 0 هتساوي 2. بدل ما أقعد أعمل عملية جمع كتير، هو أصلا سؤال اختر بيبقى مباشر سهل. فمعنى كده س زائد 0 هتساوي 2، يعني الس بتاعتنا ب2. هقول تاني عملنا إيه؟ ضربت س في المصفوفة، بس أنا هاخد عنصر عنصر. س في 1 بس، ص في 0 بصفر بتساوي 2، يعني الس زائد 0 بتساوي 2، يبقى الس بتساوي 2. هات لي الصاد. س في 0 بصفر زائد ص في 1 بصاد هتساوي 1، إذا الصاد بتاعتك ب1. كده جبت قيمة الس والصاد. مش لازم أعمل عملية على المصفوفة كلها بحيث إن أنا أطلع الناتج اللي هو طالبه مني. عايز س زائد ص، يعني 2 زائد 1 هتساوي 3، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. توفيرا للوقت عشان السؤال بيبقى يخطر، فأنا باخد اللي أنا عايزه أو العناصر المتناظرة اللي أنا عايزها اللي هتطلع لي قيمة الس وقيمة الصاد. السؤال اللي بعده مديني أ وب، بيقول لي وكان 2 أ زائد 3 ب بتساوي المصفوفة بتاعتنا ديت. اوجد قيمة س ناقص ص. 2 أ زائد 3 ب هتساوي سالب 1 7 0 8. هضرب أ في 2، يعني 2 س 4 2 ص ناقص 2 2 في 1 ب2. دي المصفوفة 2 أ، خدت الألف ضربتها في 2، الب هضربها في 3 زائد، اضرب دي في 3 3 في 3 ب9، 3 في 1 ب3 سالب 12، 3 في 2 ب6. الكلام ده بيساوي سالب 1 7 0 8. هنجمع العناصر المتناظرة ونساويها بالعنصر المناظر ليها. يعني هاخد 2 س زائد 9 هتساوي سالب 1. طلع 9 بره، يعني 2 س هتساوي سالب 10. إذا الكلام ده س هتديني سالب 5. كده أنا جبت قيمة س اللي هو طالبها. هو عايز ص، هاخد برضو المعادلة دي 2 ص ناقص 2 زائد سالب 12 هتساوي 0. يعني 2 ص سالب 2 وسالب 12 تديني سالب 14. هتروح الطرف الثاني ب 14، اقسم على الاثنين، إذا الصاد هتساوي 7. كده قيمة الصاد ب7، السين بسالب 5. هو عايز منك س سالب 5 ناقص الصاد ب7، سالب 5 وسالب 7 تديني سالب 12، ودي الإجابة الصحيحة. شايف الدنيا سهلة، هي نفس النظم بتاعة المصفوفات. في الجمع بجمع العناصر المتناظرة، بساويها بمصفوفة بنفس العناصر المتناظرة، كل عنصر يساوي الايه المناظر ليه. السؤال اللي بعده مديني مصفوفة 2 5 3 سالب 3 زائد 4 اي. فاكرين الاي اللي هي مين؟ مصفوفة الوحدة، اللي هي اما 2 في 2، يعني مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة، القطر الرئيسي بوحيد وباقي العناصر كلها اصفار. بس المصفوفة الاي دي يا اما 2 في 2 يا اما 3 في 3. طبعا انا عندي المصفوفة دي 2 في 2، اذا الاثنين 5 3 سالب 3 زائد 4 اي، يعني المصفوفة اي بتاعتنا اللي هي 2 في 2 هي 1 0 0 1. هضربها في 4 هتدينا 4 0 0 4. الكلام ده بيساوي أ ب ج د. كده هجمع المصفوفتين دول واساويها
بالألف والب والجيم والدال. 2 زائد 4 6، هنا 5، 3 وصفر 3، سالب 3 و4 تديني 1. الكلام ده هو ألف ب ج د. إذا الألف ب6، الب هتساوي 5، ج هتديني 3 والدال هتساوي 1. كده جبت ألف وب وج ودال. خليك فاكر الآي هي مصفوفة الوحدة، عناصر القطر بتاعك القطر الرئيسي اللي هو وحيد وباقي عناصرها اصفار. وعايز ألف زائد ب زائد ج زائد د، يعني 6 زائد 5 زائد 3 زائد 1 هتديني 15، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. السؤال الأخير مديني المصفوفة ألف والمصفوفة ب، بيقول لي اوجد ألف زائد ب حيث نون هنا تنتمي لطه. طبعا هو جاب حاجة كده من الترم الأول الأعداد المركبة، ت أس 5 ت أس 44. نفتكر كده بسرعة، ت هو العدد التخيلي اللي هو بيساوي جذر سالب 1، يعني ت جذر سالب 1. وخدنا إن ت تربيع بسالب 1، ت تكعيب بسالب ت أس 4 بواحد. وساعتها قلنا مضاعفات الأربعة بواحد. بنشوف أبسط صورة للت عشان نقدر نختصر ونشوف حاجة من دول ونطلع قيمة ت. ت أس 5 بسرعة كده نفتكر كانت ت أس 5، قلنا نطرح منها 4 تديلك ت، إذا ت أس 5 بت. طب ت أس 44، ال 44 بتقبل على 4، إذا دي قيمتها بواحد. سالب 1 على ت أس 4 نون، طالما 4 عدد يقبل قسم على 4 ونون ده عدد طبيعي، إذا 1 ده بالسالب ودي هتديني 1، يبقى سالب 1 على 1 تديني سالب 1. آخر واحدة ت أس 10. 10 دي ما تقبلش القسم على 4، نطرح منها عدد يقبل القسم على 4، نطرح منها 8 تديني ت أس 2. ت أس 2 قيمتها بسالب 1. كده أنا جبت قيمة ت أس 44، ت أس 5، ت أس 4 نون وت أس 10. تعال نساوي ألف أو نجيب قيمة الألف. ت أس 5 اللي هي طلعت بت، يعني دي ت زائد 1. ت أس 44 بواحد، سالب 1 على ت أس 4 نون طلعت بسالب 1. ت أس 10 اللي هي طلعت بسالب 1، زائد ب اللي هي ت أس 7. طبعا هنطرح منها كام هنا؟ ت أس 7 هنطرح منها 8، مش هتنفع، هطرح منها 4 فهتدي لك ت أس 3 اللي هي بسالب ت. يبقى هنشيل دي نحط مكانها سالب ت. سالب ت أس 60، ت أس 60، 60 تقبل على 4 تقبل، إذا دي بواحد، يعني دي قيمتها بسالب 1. 8 نون على طول هتدي لك 1. 20 دي تقبل على 4 يبقى دي تديني 2. يبقى ب عبارة عن سالب ت سالب 1 1 2. تعال نجمع دول كده مع بعض. ت زائد 1 وسالب ت، لما هنجمع ت وسالب ت يروحوا يتبقى 1. 1 سالب 1 صفر، سالب 1 1 صفر، سالب 1 منها 2 موجب تديني 1. إذا المصفوفة دي هي مصفوفة الوحدة اللي هي تديني كده اي، يعني الاختيار بتاعك هنا أ زائد ب تديني اي اللي هي مصفوفة الوحدة. كده احنا خدنا جمع وطرح المصفوفات. نفتكر كده على طول ونراجع بسرعة إننا لما أجمع وأطرح مصفوفتين لازم يكونوا من نفس النظم، ده الشرط. الطريقة بنجمع العناصر المتناظرة، كل عنصر بجمع مع المناظر ليه، يعني ألف 1 1 مع ب 1 1، ألف 1 2 مع ب 1 2 وهكذا. الناتج اللي هيطلع هي مصفوفة من نفس النظم ألف وب اللي أنا جمعتهم مع بعض. دي يعتبر الجزء الأول من المحاضرة الثانية اللي هي جمع وطرح المصفوفات. نبدأ بالجزء الثاني إن شاء الله كده، وهنشوف تمارين متنوعة وأفكار مختلفة عن الدرس.